مفيش حد هيدوقها لما يفرحوا بيها وتعجبه جدا. حاجة كده سهلة وبسيطة وتطري على القلب، طعم وشكل يجنن. الطعم بجد يا جماعة خطير. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الجمال دوت معمول ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جهزت كده لفة من الجلاش، واللفة دي كانت نص كيلو. وهبدأ بقى دلوقتي زي ما هي كده اهو اقطعها شرايح رفيعة بالشكل ده. قطع معايا بمنتهى السهولة، لا ورقة ورقة بقى هدهنها ولا هفرده ولا أي حاجة، ده حاجة هتتعمل كده بمنتهى البساطة. بصوا بيتقطع بمنتهى السهولة وهو زي ما هو كده. تمام. هخلص بقى كل لفة الجلاش بتاعتي، وهجهز صاج كبير أو صينية كبيرة، بحيث إن الشرايح الجلاش دي تبقى مفرودة كده ومتوزعة بشكل كويس، علشان أنا هدخلها الفرن تاخد لون. وكمان الصاج دوت دهنته كده، كنت مجهزة معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة أو الزيت اللي هو خفيف. أنا استخدمت زبدة، سيحت كده مكعب من الزبدة أو معلقة كبيرة من الزبدة. دهنت الصينية أو الصاج بتاعي كويس جدا بالزبدة، وهبدأ أوزع فيه الجلاش بالشكل دوت بطريقة متساوية علشان كله ياخد معايا لون ذهبي. وهوزع بقية الزبدة على الوش بالشكل ده، وهدخله بقى تحت الشواية. مش هياخد وقت خالص، بس أهم حاجة إن أنا أتابعه وأقلب فيه كده علشان كله ياخد لون واحد. تابعيه كويس تحت الشواية، مش هياخد منك أي وقت. لو في الفرن ممكن ياخد وقت شوية، بس في تحت الشواية مش هياخد وقت خالص. دخلته بقى الفرن علشان يتحمر ويتحمص كده معايا، وبيبقى طعمه يجنن. دلوقتي بقى جهزت كمان كوبايه، وجهزت جيلي بطعم المانجا. تقدري تستخدمي جيلي باي طعم انت عايزاه. انا حبيت هنا او فضلت ان انا استخدم جيلي بطعم المانجا، ونزلت بيه كده في كوبايه بالشكل ده، واستخدمت باك واحد من الجيلي. وهنزل بقى بميه سخنه مغليه، نص كوبايه من الميه السخنه المغليه على الجيلي بالشكل ده، وهقلبه وادوبه كويس جدا لغايه ما اتاكد ان سكر الجيلي داب معايا. هحطه بقى على جنب لغايه ما يبرد. وكان في الوقت دوت الجلاش بتاعي اتحمر وخد اللون الذهبي الخطير ده، ومقرمش ويجنن، وما خدش وقت خالص. طبعا بنقلب فيه كده كل شويه عشان لو حته فاتحه تاخد من نفس اللون الذهبي. بصوا جميل ازاي، ومقرمش بقى ومتحمر وخطير. جهزت بقى طبق غويط كمان، وهنزل كده بكوبايه من الكريم شانتيه الخام. استخدمت هنا كوبايه من كريم الشانتيه الخام، وكمان عليها كوبايه من الحليب المثلج، وتقدري تستبدلي الحليب بالميه. وهضربهم كويس جدا لغايه ما الكريم شانتيه يتقل معايا. تمام. هضربه كويس جدا بالشكل ده. اول ما بقى تبدا الكريمه تتقل معايا كده، هنزل بنص كوبايه نص كوبايه الميه اللي انا مدوبه فيها الجيلي. كانت بقت دافيه كده في الوقت ده، فهنزل بيها كده على الكريم شانتيه، وهضربهم ضربه كمان. الكريمه دي يا جماعه تقدري تستخدميها ايس كريم، يعني ده ايس كريم. تقدري تعملي، بصي طالع كميه كبيره جدا كمان. ايس كريم تحطيه كده في علبه وتحفظيه في الفريزر، وبيطلع ايس كريم احلى طعم وناجح جدا كمان. دلوقتي بقى جهزت قالب البايركس اللي هو الحجم الكبير، او صينيه حجم كبير. تقدري تستخدمي صينيه مقاس 30 او 32، وهنزل فيها كده بتلات ارباع كميه الجلاش اللي انا حمصته او حمرته في الفرن بالشكل ده. هنزل كده بتلات ارباع الكمية، وهوزعها في القالب بتاعي واسويها بالشكل ده. مقرمش بقى وخطير وطعمه يجنن. وكمان كان عندي بقى شربات. الشربات ده انا استخدمت، بصوا فنجان صغير، اخدت كده نصه بالشكل ده. وهوزع كده الجلاش العسل او السيرب على الجلاش، وهبدأ اسويه بالمعلقة بالشكل ده. وهنزل عليه بقى بالايس كريم او الكريمة الخطيرة اللي انا عملتها دي. بصوا الكمية قد ايه، تحفة. طعم كمان يجنن، وما خدش وقت خالص ان هو يجمد معايا. الشربات اللي هتعمليه ده لو مش موجود عندك او هتعمليه، استخدمي نص كوبايه سكر، عليها كوبايه من الميه، وكيسين من الفانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا، وعصره ليمونه صغيره خالص او نقطتين كده من الليمون، يعني عصره صغيره خالص من الليمون. وسيبيه يغلي. والشربات اللي انا استخدمته ده كان شربات خفيف، ببقى عاملاه وبيقعد في التلاجة بالثلاث شهور والاربع شهور، ما بيحصلوش اي حاجه. ودلوقتي بعد ما حطيت الكريمه او الايس كريم بالشكل دوت، وزعته كده وفردته بسباتيلا، وهنزل بقى بربع كميه الجلاش اللي فاضلين. هنزل كده واوزعه فوق الكريمه. مش قادره اقول لكم يا جماعه بجد التحليه دي قد ايه خطيره، وطعمها يتجنن، وسهله وبسيطه، وكل اللي يدوقها يستغربها، وفي نفس الوقت يعني بياخد وبيطلب تاني كمان. كانت حلوه قوي قوي.
هوزع كده كل كمية الجلاش واسويها، وانا بسويها اضغط عليها بالشكل ده. بصوا بضغط عليها كده علشان يدخل كده جوه الكريمه او جوه الايس كريم. وهاخد كده معلقتين 3 بس من السيرب او الشربات، وهوزعهم كده على الجلاش بالشكل ده، وهنساوي كده. بصوا بقى الطبقات تجنن. وهدخلها التلاجة لمدة ساعتين او اكتر، بس هي يعني ساعتين بتبقى جاهزة معايا. بعد ساعتين كانت الكريمة بصوا تماسكت ازاي، والجلاش كان خطير، من تحت طري ودايب كده، ومن فوق مقرمش ومحمص وجميل مع الكريمه دي. بقى مش قادره اوصف لكم الطعم بجد يا جماعه، حاجه تجنن. دلوقتي هنحطه كده في طبق التقديم، وتقدروا كمان تسقوه بمعلقتين كده من الحليب على الجلاش من فوق لو حد ما بيحبش قرمشه الجلاش قوي. معلقتين كده من الحليب هيطروا معاكي الجلاش وهيدوا طعم حلو قوي. الطبقه اللي في النص دي يا جماعه بصوا كانت بعد ساعتين اتمسكت ازاي، ايس كريم بجد. الطعم يجنن، حاجه حلوه قوي، وتقدري تعمليه في كاسات وتقدميه، بجد يجنن يا جماعه. اتمنى النهارده الفيديو والوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك وشير كتير للاصدقاء. ما تنسيش كمان دوسي على اشتراك، دوسي على علامه الكل لو بتتابعيني من القناه، ولو بتتابعوني من الصفحة تعليق حلو منكم، ومتابعة للصفحة أو لايك للصفحة ولايك للفيديو كمان، عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.